مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي بكم أحد المبدعي فن الخط في العصر الحديث، إنه الأستاذ محمد عبد القادر عبد الله، الذي منحته منظمة المؤتمر الإسلامي درعها. أهلا بحضرتك يا فندم. مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الذي يتبع منظمة المؤتمر الإسلامي منحت حضرتك هذا الدرع اللي احنا شايفينه. أيوة. كحضرتك واحد من 8 من المحكمين. أيوة. الدوليين. أيوة. يا ريت حضرتك تدينا فكرة بداية عن هذه اللجنة وهذا التحكيم وهذه المسابقة أولا، وجهود حضرتك خلال 50 عام اللي كان على أساسها أيضا منح حضرتك هذا الدرع. هي المسابقة دي تعتبر تاني مسابقة. المسابقة الأولى كانت لأن هم اتفقوا على إنها تكون كل 3 سنوات مسابقة لتشجيع الخط العربي. أيوة. على مستوى العالم. يعني أول مرة كانت من 3 سنوات. من 3 سنوات. واحنا دلوقتي في ال3 التانيين خلصنا في المسابقة التانية دي كانت بتاعة الأستاذ حامد الأميدي. وده يعتبر آخر عظيم من عظماء الخط من الأتراك. آخر عظيم مات من 2 سنين تقريبا. فعملوا له المسابقة الأولى باسمه. الأستاذ حامد الأميدي رجل عظيم بيكتب كويس جدا جدا الحقيقة. وهو صحيح يعتبر آخر عظيم بالنسبة للخط في تركيا. هذه المسابقة كان عدد المتقدمين إليها كام؟ اللي هي الثانية اللي احنا فيها دي. أيوة. أول سياسة المسابقة الثانية دي كان عدد المتقدمين ليها 450 متسابق ب 1780 لوحة. يعني كل متسابق من حقه الاشتراك بأكثر من لوحة. لأن هم أصلهم احنا بنمتحن في 14 مادة من أنواع الخط العربي. أيوة. 14 مادة. تحب سيادتك حضرتك أصلا طبعا أستاذ علم الخط الحديث بأكثر من مدرسة باب الشعرية وباب اللوق والجيزة قبل كده. كنت يعني بدي دروس هنا وبدي دروس هنا، ولذلك أنا بقى مع مدى 50 سنة تخرج على إيديا بقى 70 دفعة. ما بقوش 50، بقوا 70. 70 دفعة دبلوم تخرجوا على ايديا بالنسبة للخط العربي، وحوالي 46 دفعة دبلوم في الكوفي. مادة الكوفي متخصص انا فيها، وكان ليا فيها ظروف خدتها غصب عني. معلش خدتها غصب عني، ما كنت ماليش دعوة بالكوفي. قال لي هتدخل تدرس كوفي حق في قسم التخصص المشرف الفني. قلت له لا نشتغل. اشتغلت، وكانت نصيبي ان انا اتخصص في الكوفي في تدريسه 46 سنة ب 46 دفعة دبلوم. الحمد لله. لكن تخرج من تحت ايد حضرتك آلاف لو نحسب 50 كل سنة في 51 سنة أو 71 دفعة. 71 في 50 يطلع 3-4 آلاف. لكن حضرتك متفرغ فقط للتدريس. اللي يتخرج من تحت ايد حضرتك بيعمل في مجالات عديدة. يشتغل بقى في التلفزيون، بيشتغل في الجرايد، في المجلات، في الدعاية. أيوة. في كتابة اللافتات، في كتابة في كل ما يتعلق. بيشتغل مع المهندسين، بيشتغل مع الكذا، كل ما يتعلق بكتابة الخط العربي. هذه المسابقة اللي تقدم إليها الأعداد اللي حضرتك اتكلمت عنها كان فيها 8 حكام. أيوة 8. حضرتك واحد. الأجناس الباقية أو اللي سيادتك في عندنا هنا في عندنا الأستاذ أحمد ضياء إبراهيم، ده أستاذ في المملكة العربية السعودية، بيمثل السعودية ومن تلامذتي في مصر. تخرج على ايديا في مصر. يعني حتى اللي هم المحكمين اللي هم زملاء حضرتك اصلا كان ده بالذات الأستاذ أحمد ضياء ده كان تلميذي. وبعدين الأستاذ يوسف زنون ده بيمثل العراق، والدكتور محمد الشريفي بيمثل الجزائر تلميذي. أيوة. يبقى أنا ليا دلوقتي في ال7 دول 2 من أولادي. وعندي سيادتك بقى بعد كده هو الدكتور سيد أنور حسين المعروف بنفيس الحسيني، ده بيمثل الباكستان. والدكتور مصطفى أوغر دورمان خبير الأبحاث بمركز الأبحاث للتاريخ بإسطنبول. والدكتور علي قالب أصلان أستاذ بكلية الآداب جامعة إسطنبول. والأستاذ حسن شلبي خطاط بالجمهورية التركية تركيا. يبقى احنا عندنا 3 أتراك، وعندنا 1 سعودي، 1 باكستاني، 1 جزائري، 1 عراقي، ومحمد عبد القادر المصري. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال. يبقوا مثال
تشرف سمعة مصر يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر 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 تعيش يا مصر. مصر 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 تعيش يا مصر. مصر 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 تعيش يا مصر. مصر 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 تعيش يا مصر. دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك. دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك. فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر. فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر 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 تعيش يا مصر. مصر 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 تعيش يا مصر. مصر 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 تعيش يا مصر. المتسابقين اللي هم كانوا في هذه المسابقة اللي حضرتك قمت بالتحكيم فيها، هل يا ترى متخرجين من تحت ايد حضرتك هنا مصريين؟ في اولا مصر هنا مدرسة حسين خطوط بالقاهرة دي عمرها من 22 من سنة 22 واللي كان انشاء الملك فؤاد. ايوه. من 22 لدلوقتي 90 يبقى كم سنة؟ كتير. يعني المتقدمين للمسابقة اللي حضرتك قمت بالتحكيم فيها كان في من ضمنهم مصريين من حضرتك؟ مصريين امال تلامذتي وطلعوا منهم 7 من في طلع منهم هنا 7 اهم. ال7 عندي هم 7 من كام يا فندم؟ او يعني المطلوب كام؟ لا هو مش المطلوب، النجاح هو كام؟ مش مطلوب النجاح كام، هي مسابقة مفتوحة. مفتوحة، اللي عايز يدخل في ال 14 نوع يدخل، اللي عايز يدخل في 2 عايز يدخل في 1، بس كل واحد اللي السؤال لوحده علشان ما يدخلش سؤالين في ورقة واحدة. لأن احنا بنحكم على مادة مادة، ورقة ورقة، وطريقة التحكيم كانت جميلة جدا. احنا ال8 قاعدين، السكرتارية بتسلم الورقة للأول نمرة 1، ياخد نمرتها السرية ويبص فيها، إذا كانت عجباه يديها صح، مش عجباه يديها غلط، تلف وتدور على ال8، يروح السكرتير مين موافق على ان الورقة دي كويسة، نروح رافعين ايدينا، يعد، اذا كنا 4 يبقيها، اذا كنا 3 يسقطها، لانه هو عايز 50% على الاقل، وتبتدي تدور. ممكن الصور دي كمان توضح شوية. أيوة. عملية التحكيم. عملية التحكيم ده في الاخر خالص، دي في النهاية خالص دي. تقييم المتسابقين. ده في العمل ده احنا بعد ما حكمنا، ده هنا دي بعد ما حكمنا، والصور ال70 الناجحة اتعلقت على الحوائط وبقينا نلف عليها بقى، اللي هي يقولوا عليها المراجعة النهائية. ايوه. لان هو الاول مراجعة بالاغلبية، نرفع ايدينا، تطلع الاولى بعدد الاصوات او اقل الاقل فالاقل الى اخره، يقوم يجي الترتيب. مثلا جاينا في الثلث الجلي او الثلث العادي او النسخ 400 ورقة، 400 ورقة، تبتدي الورق يلف، وحبتك يبتدي الورق ايه يلف علينا احنا ال8، نسقط الوحش ويفضل يدور ال400 يدوروا لغاية لما نوصل ل8، 3 جوائز أولى و5 مكافآت، على ما يخلص النوع الخط يكون الواحد هلك. لأن شوفي سيادتك بقى لما يقعد 400 لوحة تلف علينا كده دايرة قاعدة تدور ونسقط. لكن حضرتك الحكم الوحيد والمصري أيضا الوحيد الذي نال الجائزة الحمد لله يعني على التحكيم، الحمد لله، واللي هو طبعا هذا الدرع اللي اتكلمنا عليه من شوية. أيوة الدرع ده على أساس الإخلاص في التحكيم ولا على أساس أيضا تقييم الشخص في حد ذاته؟ هو على كل حال ده أنا رحت لقيته جاهز ليا، ما تحضرليش وانا قاعد، يبقى على اساس تقييم. ما فيش شك، يعني هم تاريخ حضرتك عبد القادر تاريخه معاهم قبل ما اوصل، لان انا رايح والاهداء على الظهر معمول بالمتر بالمعدن الذهبي. أيوة. يعني معناها انه ده معمول قبل ما اوصل، وانا رايح اشتغل معاهم 7 ايام 8 ايام وارجع. ده لان انا حضرتهم في في وضع الاسئله،
وبعدين طلع ان عبد القادر استاذ الاثنين اساتذه من المحكمين. فيبقى وبعدين سالني اكمل الدين بيه احسان اغلي اللي هو المدير العام، سالني قال لي هو الاستاذ ضياء تلميذه؟ كنا قاعدين نتغدى، قلت له ايوه تلميذي. قال لي بقى له كام سنه؟ قلت له 6 سنين اتعلم على ايدي 6. والدكتور شريف تلميذك بتاع الجزء؟ قلت له تلميذي اتعلم على ايدي 6 سنين في مصر. هي الواحد بيسعد جدا 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 لما بيشوف مصر يتفوق على غيره دائما ابدا كده، مصر في القمه باذن الله. الحمد لله. احنا بنقول لحضرتك الف مبروك على هذا الدرع، وان شاء الله مزيد من التقديرات لجهود حضرتك في مجال الخط الحديث. في نهايه لقاءنا بنشكر حضرتك جدا، ونشكر ضيف حلقه اليوم الاستاذ محمد عبد القادر عبد الله، أحد مبدعي فن الخط في العصر الحديث. وبنشكركم مشاهدينا الأعزاء، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من برنامجكم شكرا. الإنذار مصر.